بصراحة أنا جاية النهاردة عشان أتضرب. قعدوا يعني عشان برضو إيه نقدر نشوف الأمور بتمشي إزاي وتعرفوا الدعايات بتاعتهم شكلها إزاي. لما كتبت على تويتر وقلت إن أنا نازلة مع الشباب الجميل ده بورسعيد يوم الجمعة، قعدوا يقولوا لي اوعي تعلني التحريات العسكرية هناك الله ينور وهتتضربوا وهتتعملوا. مفيش أجمل من المسيرة اللي احنا طفنا بيها كل شوارع بورسعيد، مفيش أجمل من المؤتمر الحاشد اللي في ناس واقفة وممكن الدنيا تمطر عليهم. ده دليل على انه احنا خلاص كسرنا الخوف. ده اللي هم مش قادرين، دولة العواجيز مش قادرة تفهم ان حاجز الخوف كسرناه الى غير رجعة، وبيئة الفتنة والوقيعة هتنتشر لما يروجوا لدعاياتهم واحنا بعيد. لكن في كل أزمة وفي كل محاولة للفصل بين المصريين وبعضهم البعض، من أول كنيسة أطفيح لكنيسة امبابة لعباسية لماسبيرو لمحمد محمود لمجلس الوزراء، كل جريمة بيرتكبوها احنا موجودين في الصفوف الأولى بنكشف الحقائق. وعلى فكرة مش بس بنكشف الحقائق، بنقول أكتر من كده، بنقول سنظل نطاردكم حتى قبوركم، هنحاكمهم. وعايزة أقول لكم إنه جرايمهم ليست دليل إلا على ضعف وعلى خوف وعلى رعب من الشعب المصري، من أبو الهول اللي خرج عن صمته، من المارد اللي فاق ومش هينام تاني. وعايزة أقول أن أيا من كان سيحكم مصر في المرحلة القادمة، خلاص الشعب الخانع المطيع انتهى إلى غير رجعة. لما يطلع طلبة المدارس في إضراب حداد على اخواتهم في مذبحة بورسعيد، يبقى لا، مذبحة الداخلية بورسعيد، مذبحة الداخلية. انا مش هقول مذبحة الداخلية وبس يا جماعة، انا عايزة اأيد المتحدث الاول. مين اللي اتكلم اول؟ حمدي جمعة. عايزة اقول انه الاسماء قبل ما تعلن كنا عارفينها، وانه لو حاولنا كده بالتاريخ نشوف اكتر ماتشات الكورة حصل فيها التحام بين جماهير متعصبة، هنلاقي اقصى عدد قتلى على مدى ساعتين كان في مباراة في انجلترا كان 25 قتيل. عشان في 50 دقيقة يحصل هذا الكم من الضحايا. وعايزة اقول لكم ومعلومات مؤكدة، الضحايا 300 في 50 دقيقة 300. وهينشر الاعداد، بس هم بيدوها لنا حتة ورا حتة، وعندي مصادر موثوق فيها. الجريمة يا جماعة بالشكل القتل هي فرق قتل مدربة، والقضية مش مجرد اعضاء حزب وطني ودفعوا فلوس لبلطجية، لا دي فرق قتل كسر الرقبة، فرق قتل مدربة. فده خلاص جريمة مدبرة كلنا فاهمينها. ونفس السيناريو بالظبط زي بالظبط لما راحت الشرطة العسكرية في كنيسة العذراء في امبابة يدوروا هما والسلفيين على عبير، وبعدين ما لقوش عبير في الكنيسة، انسحبوا وسابوا الوضع المتأجج، وفجأة يتقطع النور ويبتدي ضرب النار. خلاص حفظناهم. وعايزة اقول لكم انهم يعني انا برى في يقظتي وفي منامي طنطاوي وهو راكب الطيارة وبيخلع، او هنعدمه.
من المشير. يا طنطاوي احرق دمك، يا طنطاوي احرق دمك، بكره نجيبك زي معمر، بكره نجيبك زي معمر. جرايمهم الدم اللي ملوث ايديهم مخليهم في وضع ورطة. احنا تعبانين. يعني لما الست بهجة والدة الشهيد محمد راشد تقولي في كل مسيرة بيضربونا، وبعد شوية هحتاج اثبت ان انا والدة شهيد، ده ألم كبير. يعني ده وانا الكلام ده بسمعه كلام مش سهل علينا. احنا تعبانين، احنا نزيف الدم وعمالين نخسر كل يوم زهرة شبابنا واخواتنا واصحابنا وشركاء النضال اللي كنا مع بعض يوم بيوم. ألم كبير، لكني على يقين وإيمان إننا هننتصر. وأكبر دليل وجودنا أهو مع بعض في بورسعيد، إيد واحدة. وشكرا.